نتيجة المتابعة مع كوادرنا في الشيخ مقصود الذين يعني خرجوا من الحي، بعض منهم نتيجة القصف العنيف، متواجدين في مناطق متفرقة في ريف حلب ومناطق أخرى. هناك تشتت للسكان في جميع المناطق، بعض منهم نزح إلى عفرين والبعض من الآخر إلى حارات حلب الأخرى ومناطق أخرى. لا نعلم، هناك حالات فقدان كبير خاصة بين الشباب والرجال. نحن ناشدنا ببياننا المنظمات الدولية والصليب الأحمر والحكومة الانتقالية في دمشق بأننا تأكدنا من خلال الصور المعتقلين الذين ظهروا في وسائل الإعلام. هناك شخصين كانا يعملان على سيارة الإسعاف، وهم يوسف حنان حمكو، هو كان يعمل سائق إسعاف لدينا، وعبد الرحمن محمد مسعف كانوا يقومون بمواجبهم الأخلاقي والإنساني لإنقاذ الجرحى. وكذلك قائد فريق النقطة الطبية السيد رامي حسين العلي كان يعمل قائدا للنقطة الطبية. فقدنا الاتصال به، لم نتمكن التواصل إليه نتيجة التواصل على الهاتف بعد الخروج الجرحى. ردوا علينا أشخاص وذكروا لنا أنهم من الجيش السوري وأن هذا الشخص معتقل لديهم. لا نعرف صحة هذه الأخبار تماما، ولكن يبدو أنه معتقل وربما يكون قد تم تصفيته، لا نعلم، لكن نتمنى أن يكون على قيد الحياة.